منتخب مصر بيفوز على تونس 3-0 الماتش الثاني على التوالي بعد ما فاز عليه اول ماتش 1-0. انتوا عارفين المنتخب دوت في روح حلوه كده اللي هو ايه روح المظلومين. ما هو دي فرقه المظلومين، انا مسميها دايما كده فرقه المظلومين، منتخب او منتخب المظلومين. انا قلت لكم قبل كده فيديو قبل كده ان منتخب المظلومين دوت انهم دول مغضوب عليهم يعني اي حد مش راضي عليه كابتن حسام او مستبعده كابتن حسام بيروح المنتخب ده على طول. تمام. والمنتخب دوت اي حد يروح فيه امه داعي عليه مش هيلعب تاني، انسوا انسوا انسوها. لان طبعا اي حد عمره ما كابتن حسام حسن ما هيجيب حد لاعب من مين تحت ايد كابتن حلمي طولان او تحت ايد كابتن احمد حسن او تحت ايد عصام الحضري. خلافات كلها في استمرار يعني بينهم ايه دوشه كده ووجع دماغ. فكله فكابتن حسام عمره ما هيقرب من لاعب ابدا من اللاعب المنتخب ده. لان عشان ما يتقالش في يوم من الايام ان مثلا لو اللاعب ده تالق او حاجه ده واخده من المنتخب الثاني اللي هو منتخب مين حلمي طولان. عمر الكلام ده يعني عمره ما يحصل ابدا. وزي ما قلت لكم المنتخب دوت تحسوا كده ان الروح حلوه، مفيش ضغط عليهم، مفيش تركيز عليهم زي المنتخب الكبير، وتحسوا الناس حباه وبتحب حابه تشوف الماتشات بتاعتهم. كروتهم حلوه عن المنتخب الاولاني ودوت ناتج عن حاجات كتير مش زي الذكاء دلوقتي. تمام. وبرضه عجبني من الكابتن حلمي طولان ان هو رجع تاني ميدو جابر، انه جاب اسمه ده الواد يحيى زكريا اللي جاب الجون الاولاني ما شاء الله عليه شوطه حلوه جدا. برضه اسمه ده مصطفى سعد ميسي جاب جون برضه حلو جدا امبارح. لا يعني في كوره حلوه في روح حلوه في اداء كويس.